بجد اللي حصل ده جنون وحاجه غير معقوله تماما. احكيهولك ده لاول مره بيحصل في تاريخ كره القدم. مباراه المغرب والارجنتين في الاولمبياد واللي الكل فكر انها انتهت 2-2 بعد ما سجل منتخب الارجنتين هدف قاتل في الدقيقه ال 15 من الوقت بدل الضايع. ينزل جمهور المغرب يعمل شغب في ارض الملعب بعد هدف الارجنتين، فرقتين بيغادروا المباراه وحكم المباراه وكلنا بنفتكر ان المباراه انتهت. لكن بعد حوالي 95 دقيقه من نهايه المباراه اللي كان مضحوك علينا فيها يعني بيقرر اللجنه الاولمبيه عوده المنتخبين مره ثانيه لملعب المباراه، لان الحكم اولا ما انهاش المباراه، ثانيا هدف الارجنتين الثاني ضد المغرب طلع تسلل. بتتكلم بجد اقسم بالله زي ما انت شايف كده، هدف الارجنتين الثاني ضد المغرب اليوم تم احتسابه تسلل. لما الحكم رجع للفار تم الغاء الهدف بعد استكمال المباراه مره ثانيه، بعد ما كلنا كنا فاكرين ان المباراه انتهت 2-2 وتعادل غير مستحق للمغرب لانها كانت تستحق الفوز. العداله الالهيه بتحضر في مباراه المغرب والارجنتين. ولو عايز تتابع كل الاحداث الرياضيه وما يفوتكش حدث زي مباراه المغرب والارجنتين، ادخل على اللينك اللي في البايو، حمل الابلكيشن ده هيتابع معاك كل المباريات. خلينا افكرك بقى ان تالق منير المحمدي وفرصه الفاريز الضائعه اليوم في مباراه المغرب والارجنتين هي كلمه السر في فوز المغرب. لكل مغربي يتابعني، مبروك للمغرب، مباراة عالج فيها الفيفا الفار، راجع فيها الفار معالجة هدف أكثر من 95 دقيقة كأطول مدة في تاريخ الفيفا. ويا بختك يا العين بسفيان، سفيان سجل هدفين، لذلك ألف مبروك لكل مغربي. الآن تقدر تكون مروق لأن حرام المغرب تخسر اليوم. مبروك، ولا تنسى الله كل هاجي يا اخوان، بعد مراجعة مباراة الارجنتين والمغرب بعد ساعة ونص الفيفا طلعت قرار الغاء هدف الارجنتين، كان تسلل، لغوا هدف الثاني، المغرب فازت 2-1. المغرب شكله ميسي ما دفع منيح، المغرب فازت بعد ساعة ونص. رجعوا كملوا المباراة وضافوا 3 دقائق وفازت المغرب 2-1. لغى هدف الارجنتين، المغرب فازت، ميسي خسر، الارجنتين خسرت، ميسي مش دافع منيح. ديما مغرب تعاود على طريقة إيكامبي. الحمد لله، مبروك علينا، ألف مبروك المنتخب الوطني المغربي. دخلوا عاوتاني فيها الكولاسة والقوجعة وداك الغرف المظلمة وداك الشيء المهم اللي بيت تلغى الأرجنتين، والماتش كمل وربح المنتخب الوطني المغربي. هانئا لنا، ألف 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 مبروك. هذا هو لاسونسور ايموسيونيل اللي دويت لكم عليه في الفيديو اللي قبل. فرحان غضبان، فرحان كاين اللي فرحان دابا ولا غضبان. بالمناسبه دوك اللي كانوا كيتمناو لنا نخسروا ب0-0 مبروك عليكم، هانتو ما خسرتوا ومبروك علينا. الحمد لله، هذا هو منتخب الساجدين والحالمين، والمنتخب اللي هزنا راسنا، والمغاربه ديما حاضرين. هنيئا لنا، مبروك وبرافو الأقجع. Et les gars, c'est une dinguerie. Le Maroc a gagné finalement. Ils ont gagné, ils ont refait le match à huis clos. Et ils ont gagné. Après, je sais pas si on se rend compte de la singerie. Là, ils ont refait le match, tellement le match était truqué. Les gens ont dit c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Ils ont refait le match à huis clos. Et le Maroc a gagné. Et les gars, je suis choqué. Je pensais même pas que c'était possible dans la vraie vie. De rejouer un match. Enfin, jouer 4 minutes quoi. Ils ont rejoué les 4 minutes et le Maroc a gagné finalement. Et les gars, je suis choqué. Mais je suis content de ouf. Bien joué mes frérots du Maroc. J'ai pas acheté le maillot pour rien là. Ouais, c'est incroyable. Non, c'est les Marocains, ils sont forts. Au final, les Marocains ont gagné, c'est incroyable. En tout cas, félicitations, hein, franchement. Pardon, donc je disais, ouais, c'est incroyable frérot. Le Maroc, ils ont gagné. C'est un truc de ouf, là, il y a un frérot marocain qui m'a intercepté. Mais ouais, c'est une dinguerie, hein. C'est incroyable. Pardon, ça fait 6 fois essayer de faire la vidéo et de la finir. À ce point, il y a un frérot, il m'intercepte. En tout cas, ouais, félicitations à vous les frérots. Ce soir, le match. ما يعرف للأرجنتين إلا أسود الأطلس، جابوا 3 نقاط طرق من هنا. ألف مبروك لجمهور المغرب، أول مباراة تنعاد في العالم يا أخوان ويلغي هدف ويفوز المنتخب الثاني بسبب هدف الأرجنتين التسلل، والحكم ما صفر نهاية المباراة، صفر بسبب الشغب. جماهير المغرب انتصرت اليوم، المغرب يا أخوان. سمعني مغرب يا أخوان، ألف مبروك لجمهور المغربي. ميسي زعلان، نزل صورة وكتب هذا لا يصدق. الارجنتينيين يقولون الاولمبياد تقام في باريس، والفرنسيين سووا هذه المؤامرة بالعاني عشان يردون الثأر اللي صار في مونديال قطر. في النهاية المغرب كسبت، في النهاية ديما مغرب. بلقى
لا تزعل يا بلقا. 2-1 مهزومين خلاص، انت ودي باول وماسكيرانو زعلانين انا عارف، لكن اللعيبه في الملعب فازوا، الاولاد فازوا يا بلقا. يا بلقا الدقيقه 105 تسجلون هدف التعادل والهدف اوفسايد يا بلقا، هذه سرقه يا بلقا. لا يا بلقا، لا ارجوك يا ميسي، تعرف علاقتي فيك يا ميسي طيبه، تعرف بيني وبينك احترامات يا ميسي، بيننا احترام، انا وانت اساطير نحترم بعض وكل واحد فينا يحترم التاريخ، لكن سرقه لاولاد بدعوا ولعبوا كره قدم جميله وممتعه، لا يا بلقا، لا يا ميسي، لا يا حب، لا يا حب. ظهر الحق وزهق الباطل. الحق بعد مباراة امتدت لأكثر من 6 ساعات رسميا المغرب تكتب التاريخ وتهزم الأرجنتين. قلنا لكم تسلل. ألف مليون مبروك. الارجنتين ما كنت أدفع عارة اوكرانية الا بالقوه، يعني كل يوم 20 درهم. ترى الخيال العلمي اللي عوالت كدو تشامل القوة، بس حق موي انا لما حط اشتري لما تشي منتخب حنا المغرب، غريب، حنا منتخب ديالنا المغرب تنخلعوا فهمتي السبوعة ديال بصح اللي شفتينا كنسلخوه مو بس حتى شي واحد كنخافوا من الله سبحانه وتعالى. تحترموا اللي بغى يتعدى علينا تقدروا كنتعداو عليه يقدرك كما بغيتي. المغرب سبوعة والمهم وقدم ديما مغرب ان شاء الله نديو الميداليه الذهبيه ولا الفضيه البرونزيه سيدي، حنا كنديوها برونزيه ماشي اللي في بلد الناس تحترمك تحطك فوق راسك. الحمد لله الرحيمي راه داير الخدمه ديالو، تحترم الناس يحترمونك، تشوف في الضوء لا يخلعنا والو. هذا هو. اول مباراه لعب مع الارجنتين الرسميه قلت له يا وربحنا اخي ان شاء الله الحمد لا لله تعليم والله. وديما مغرب حب من احب وكره من كره، الله الوطن الملك. 95 دقيقه هذه